مش فاهم ليه السيناريوهات دي ما بتحصلش غير معانا احنا. يعني كسبانين فرق 4 والدقيقة 48 وفاضل حوالي 12 دقيقة وكل حاجة في اتجاهنا وكل حاجة حلوة، هوب يحصل لخبطة ما نصدقش نفسنا، اللعيبة تكسل، إرهاق، ما تعرفش اللي يحصل، وأسبانيا تكسب فرق 2 عادي. ليه كل مرة كده؟ ليه كل مرة السيناريو ده يبقى كسبانين وعاملين ماتشة حلوة وبطولة جميلة ونخسر بسبب حاجات تافهة ان احنا ما نصدقش نفسنا؟ ده مش في كرة اليد بس، ده في جميع البطولات وجميع الرياضات. كل مرة كده نفس السيناريو، ان احنا ما نصدقش نفسنا ان احنا ممكن نكسب ونعدي وناخد البطولة كمان. على ما اظن ان احنا محتاجين نتعالج نفسيا من الحتة دي. حضور جمهوري على اعلى مستوى، كله كان بيشجع وكله كان بيآزر وكله كان بيتفرج ويتابع المنتخب. ليه؟ ايه اللي حصل يخلينا نخسر فرق 2؟ مش فاهم انا ايه اللي يحصل نخسر فرق 2. هات اي حد بيفهم او ما بيفهمش وريله النتيجة دي وقول له ان احنا خسرنا في الاخر، اكيد مش هيصدق. على العموم ربنا يعوضها في اللي جاي.